سلام بنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد جوج ديال الاقتراحات لطبلة الفطور. اول حاجه غنبداو بالعجينه. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، غنزيد عليهم شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره مع مرش ديال خميره ديال الخبز، نص خماره ديال الحلوى، ومعلقه كبيره ديال الحليب بودره. ممكن تعوضوه بدانون بسوس، او لا تاخذوا كاس تاع الحليب دافي وتكملوا بالماء، وشويه ديال الزيت، تقريبا واحد ربع كاس تما ديال الزيت. كنبسبسوا هذاك الدقيق مزيان مع داك الزيت حتى كيولي مرمل على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيفوا عليه الماء دافي وغادي نعجنوه. نحاولوا اننا ندلكوها شويه يعني نعطيوها الدليك باش تجينا عجينه اللي هي مفشفشه. غنخليوها تخمر على جنب. من بعد غادي ندوزو للحشوه. ناخذ مقله غنديروا فيها بصله مشلضه، شويه الملح، شويه تاع البزار، نص معلقه اولا معلقه صغيره عامره ديال التوابل المكسيكيه، شويه ديال السكنجبير، وكنديروا شويه ديال الزيت وغادي نديروهم فوق النار حتى كتشحر مزيان ديك البصله. من بعد غنضيفوا عليها الدجاج مقطع، يعني صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، ونضيف عليها واحد شويه ديال الربيع مقطع، ونشحروا كلشي مزيان حتى يطيب هذاك الدجاج مع البصله. من بعد غنضيفوا عليها كميه تاع الكريمه، تقريبا واحد نص كاس حتى الكاس لاروب. غادي نخليوها حتى كتشحر مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. نسيت ما قلت لكمش انني درت حتى الثوم بودره، اولا ممكن تحكوا راس ديال الثومه. كنخليوها حتى كتشحر وحتى كتبرد مزيان. عندي هنايا لي فوندو كيش اللي كنت درت معاكم في التحضيرات ديال رمضان، وهنايا غادي نبدا نعمر في هذوك لي فوندو كيش. ما غادي نحتاجو هنايا لا بيض لا حتى شي حاجه، يعني ديك لابار هي كيش ما غاديش نستعملوها. غادي نكتفيو فقط بديك الكريمه اللي درنا في الحشوه وندخلوهم للفران حتى كيتحمروا. من بعد غنزيدو عليهم شويه ديال الفرماج ونزينوهم بشويه ديال الربيع. في نفس المقله خديت بصله مشنفه، ضفت عليها شويه تاع الزبده وشويه ديال التوابل المكسيكيه حتى هيايا، وغادي نضيف عليها شويه الملح وشويه تاع البزار ونديرها كتشحر. غادي ناخذ العجينه بعد ما خمرات، كنقسمها على جوج ديال الكرات، نحاول انني نعطيها الشكل ديال دائره، نورقوها بالمدلك على هذا الشكل هذا، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه ثاني بزاف باش ما تكونش معجنه. غنوضعوها فوق بابي سولفيزي، ندير الطبسيل في الوسط. هنايا ضفت لاصوص في الجل، وغادي نضيف هذيك البصله اللي شحرتها بوحدها على هذا الشكل هذا، شويه تاع الفرماج ديال الموتزاريلا او الاحمر حسب المتوفر، وغادي نضيف من بعدها شويه ديال الحوت او الطون، ممكن ديروا حتى الدجاج او لا كفته على حسب شنو عندكم. هنايا غادي نحيد هذاك الطبسيل اللي في الوسط، ومن بعد غادي ناخذ جراره او لا قطعه ديال البيتزا، ونحاول انني هذاك العجينه اللي الوسط او داك الفراغ اللي الوسط نقسموه على 8، وكل كل ربع من هذوك المثلثات كندير فيه جوج فتيحات بحال هكا بلا ما نوصل للقناه ديال العجينه. كناخذ كل مثلث كنديرو على هذا الشكل هذا، يعني كناخذ القنت ديال المثلث كنديرو فوق يعني الدائره الاخر تاع الدائره باش كتكون تجي مسدوده على شكل شميشه. هنايا غادي ناخذ فلافل ملونه، غادي نديرهم هاد التزيين هذا، يعني تزيين بسيط جدا، وكيبقى لكم الاختيار في التزيين. ممكن ما تستعملوش هاد الفلفله هذه، ممكن تخلوها غير بحال هكا كيف ما يعني كيف ما شفتوا بلا فلفله، او لا ممكن تعوضوها بالزيتون الخضر او لا الزيتون كحل. هنايا خديت بيضه، ضفت لها شي شويه ديال صوص الصوجا. صوص الصوجا كتجي زوينه في المالح مع البيض، ندهنوه بها بحال هكا. وغادي ناخذ زيتون اسود، يعني هكا مقطع دوائر، وكنوضعو في القنت ديال المثلث وكنورك عليه مزيان باش ما تحلش. كنخليها وغادي ندير هنايا زنجلان بيض، ممكن ديروا زنجلان كحل او لا زنجلان الالوان او لا بافو اللي يعجبكم، او ممكن تخلوها هكاك. كنخليوها حتى كتخمر كيضاف الحجم ديالها. من بعد كنطيبوها، كتجي اللون ديالها هكا محمره مزيان. الوسط ديالها درت ليها شي شويه تاع السلطه بحال هكا، راني ما درت ليها لا ملحه لا فينيغرات لا حتى شي حاجه. الشكل ديال الاقتراحات ديال هذا النهار ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وساهلين ماهلين ما فيهمش خدمه بزاف. كنتمنى لكم شهيه طيبه وصحه فطوركم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.
ما تنساونيش ديما من لايكاتكم. خليكم على خير، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.